اللقطات الرومانسية بين النجمين خالد أرجنش وبرجوزار كوريل ما كانتش مجرد تمثيل، ده كان انعكاس لمشاعر حقيقية. تعالوا بينا نعيش كواليسها. حياة صعبة جدا عاشها خالد أرجنش في صغره، فوالده كان مصدر التعاسة في حياته. انفصل عن أمه في أول يوم دراسي ليه، وللأسف ما سابش البيت، ففضل مشاكله وخلافاته مع والدة خالد تزيد يوم بعد يوم. ده غير إن واحدة من إخواته كانت من ذوي الهمم، فقرر يسيب البيت بعد الثانوية. اتجه في الأول لدراسة هندسة السفن وعلوم البحار، إلا إن شغفه للفن كان أقوى بكتير، وعشان كده انضم لجامعة معمار سنان للفنون الجميلة ودرس الموسيقى والتمثيل. وبدأ حياته كمغني لحد ما اتجه للتمثيل، وحقق شهرة واسعة بمسلسله الرومانسي ويبقى الحب. إلا إن شخصية السلطان سليمان اللي جسدها في مسلسل حريم السلطان كانت نقطة التحول الضخمة في حياته المهنية. ظروف نشأة برجوزير كانت مختلفة تماما عن خالد، وهي سليلة عيلة فنية من الطراز الأول. والدتها هي الممثلة هولياندر كان، ووالدها الممثل والمخرج تانجو كوريل، وده اللي مهد لها فرصة الدخول للوسط الفني بسهولة. إلا إن انطلاقتها الحقيقية في عالم الشهرة والأضواء كانت بعد لقائها بخالد أرجنش في مسلسل ويبقى الحب. خالد أكبر من برجوزير ب 12 سنة، أول مرة يشوفها ما كانتش لسه كملت 10 سنين، يعني في ابتدائي. وقتها كانت بتجمعه علاقة صداقة مع مامتها وباباها في بداية شغله بالمجال الفني. سنين كتير عدت بعدها، ويشاء القدر يشوفها مرة تانية بالصدفة في مطعم، وما كانش يعرف إن الشابة الجميلة اللي قاعدة تكلم معاها حبة حلوين هي نفسها برجوزير بنت الممثلة هوليان اللي سبق وشافها وهي في ابتدائي، لحد ما جمعتهم الصدف مرة واتنين كمان وعرف هي مين بالظبط. علاقة خالد وبرجوزير ما كانتش عادية، تقدر تقول كان في إعجاب متبادل، بس محدش فيهم اعترف للتاني بحقيقة مشاعره، لدرجة إن خالد اتجوز الممثلة جيزام سويسالدي سنة 2007، وبرجوزير ارتبطت عاطفيا براقص الباليه تان ساكتور، وكانوا بيستعدوا للجواز لولا انشغال الفنانة التركية بتصوير مسلسل ويبقى الحب اللي جمعها لأول مرة بخالد على الشاشة. في أكتوبر 2008 بدأت الصحافة التركية تتكلم عن وجود قصة حب حقيقية بين برجوزير وخالد نتيجة الانسجام القوي بينهم في مشاهدهم الرومانسية. وانتشر خبر انفصال برجوزير عن حبيبها، واضطر خالد يكذب ويأكد انه بيعشق مراته وبيضحك على اللي بيتكتب عنه وعن برجوزير. والغريب ان بعد اسبوعين من تكذيب خالد انفصل عن زوجته رسميا في نوفمبر 2008، لدرجة انها كانت حامل وطلب منها تتخلص من الجنين. عدسات الباباراتزي رصدت خالد وبرجوزير في المطار بعد رجوعهم من رحلة رومانسية في باريس بعد شهر بالظبط على خبر انفصاله عن مراته، واضطروا يعترفوا بحبهم علنا واحتفلوا بزفافهم في أغسطس 2009، وأنجبوا 3 ولاد هم علي وهان وليلى. تهمة خطف خالد من مراته فضلت ملازمة برجوزير، وكل شوية تتردد في الصحف لحد ما اضطر النجم التركي يدافع عنها بصورة رومانسية جمعتهم، وكتب عليها برجوزير كوريل لا علاقة لها من بعيد ولا من قريب بانتهاء زواجي الأول اللي انتهى عن طريق التفاهم، وكل طرف أصبح له عائلة وحياة جديدة. برجوزير زوجتي من 8 سنوات وهي أم عظيمة، أرفض هذا النوع من سوء الفهم، فهو غير عادل على الإطلاق وأدينه بشدة. وفي الوقت اللي تعرضت فيه برجوزير لحملة انتقادات شرسة بسبب مشاهدها الساخنة مع النجم التركي كينان إمرزالي أوغلو في مسلسل القبضاي، أصدر خالد بيان رسمي يدافع فيه عن جرأة مراته، وكتب فيه: زوجتي برجوزير وأنا ممثلان محترفان، نعرف الضرورة الدرامية وحاجة الدور أحيانا لمشاهد التقبيل، وأنا أثق بها كثيرا بهذا الخصوص، وأنا كممثل مثلها قدمت سيناريو في مشاهد عناق وقبلات كثيرة مع النساء في أعمال الدرامية. وبرجوزير وكينان أديا كممثلين محترفين مشاهد القبلات في مسلسلهما، فأبقى دائما مساندا لها. ورجع خالد وبرجوزير وقفوا قدام الكاميرا كممثلين في واحد من أجمل أعمالهم وهو أنت وطني سنة 2016.